طبعا اول ما بنتكلم عن المحترفين المصريين دايما بيجي في بالك يا محمد صلاح يا مرموش يا احمد حسام ميدو يا النني، لكن ما اعتقدش ان جه في بالك محمد زيدان. ليه محمد زيدان اندر؟ مساء الخير. حلقة النهارده لذيذة خفيفة بس برضه جهز شايك وقهوتك واشرب مية عشان صحتك. طبعا مفهومك عن المهاجم في الاغلب اللي هو مهاجم قوي هداف سريع، وده كان فكر اغلبية الناس لحد ما ظهر امبابي اللي غير القاعدة بان المهاجم مش لازم يبقى محط. ولكن احب اقول لك ان قبل امبابي كان في محمد زيدان، اللي لو قلت لك ان لاعبه كان زي امبابي هتقول لي لا انت شكلك اتجننت خالص بقى وتلاحظ. بصراحة عندك حق، انا مجنون يعني، بس خدنا على قد عالي. نبدأ مسيرته ونقرر بقى اذا كنت انا مصطبح ولا مجنون ولا انت شايف ايه. طيب زيدان مواليد 11 ديسمبر 81. بدايته كانت من مدينة البسلة بورسعيد، تحديدا في ناشئين المصري البورسعيدي سنة 98. عائلة زيدان سافرت الدنمارك وزيدان طبعا راح معاهم، وبعد سنة زيدان راح فريق اكاديميسك في الدنمارك، وسنة 2003 راح لنادي ميتلاند الفريق اللي كان بيلعب فيه امام عاشور. وزيزو لعب 47 ماتش جاب فيه 30 جول، وخد هداف الدوري مرتين واحسن لاعب في الدوري مرة. وبسبب التألق ده يروح المانيا في نادي فيبن. زيزو راح لمدة موسمين بالظبط، لكن ما لعبش كتير، لعب 15 ماتش وجاب 3 اجوال، وبعدها راح ماينز على سبيل الاعاره. ومن هنا زيدان بقى اون فاير، وده خلى ماينز تشتريه ب 8 مليون يورو. وكان مدرب ماينز ساعتها مين؟ يورجن كلوب، ولعب معاهم 57 ماتش جاب فيهم 29 جول. وطبعا بعد التألق ده المنتخب لازم يطلبه يعني، لكن اعتذر عشان يورجن كلوب قال له خليك في الفريق محتاجك، وماينز بينافس على الهبوط والناس بتحبك هنا. فزيدان قال له طبعا انا فدا ماينز، بس ماينز نزل درجه ثانيه في الاخر. لكن زيدان كان متعلق جدا بماينز. في موسم 2007 هامبورج اشترى زيدان ب 5 مليون يورو، لكنه لعب 21 ماتش وجاب جولين بس، وكان جاب جول حلو فشخ في ريال مدريد بصراحه. لكن زيدان بعد الموسم ده ما سكتش، يعني معروف ان الراجل المصري ما بيحبش يكتب في نفسه، وطلع قال في صحيفه بيلد الالمانيه ان نادي هامبورج ما كانش بيحترمه، والمدرب كان بيقلل منه، حتى اللعيبه نفسها كانت بتقلل منه لدرجه انه عيط في مره. يا ولاد المجنة. بحب اطمنك ان هامبورج حاليا في الدوري الدرجه الثانيه. ما سالتش نفسك بقى ليه زيدان اللي كان المحترف الوحيد يعتبر ما كانش بيشارك مع المنتخب كتير؟ والسبب بسيط جدا، ان حسن شحاته كان شاف طريقته استعراضيه، فكان بيفضل المهاجمين التانيين زي عماد متعب وعمرو زكي وحتى حسام حسن. لكن في اول ماتش رسمي في افريقيا في 2008 في غانا زيدان جاب جونين في الكاميرون، وفي النهائي مين ينسى بقى زيدان وسونج، اللي بينت فعلا ان زيدان مش استعراضي، واللعيب عنده جرينتا انه يعمل هجمه من لا شيء حرفيا، وتباص لتريكا اللي جاب جون البطوله، اللي من وجهه نظري زيدان كان هو راجل البطوله دي مش ابو تريكا. ولا مش بقلل من ابو تريكا عشان ما حدش بس يخش يشتم، عشان عارف انا العقليات دي. الموسم اللي بعده على طول زيدان يروح بروسيا دورتموند، اللي كان مدربه مين ساعتها؟ يورجن كلوب. وفي اول موسم زيزو لعب 28 ماتش جاب 7 اجوال وعمل 4 اسيستات. نروح لكاس العالم للقارات 2009 واول ماتش ضد البرازيل، واول 5 دقائق لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم راحت البرازيل ماسكانه وجايبه جول كاكا، وبعد 3 دقائق بالظبط زيدان بيتعادل لمصر، لكن ما فيش دقيقتين والبرازيل بتجيب الثاني، والبرازيل فضلت مسيطره وجابت الجول الثالث باخطاء دفاعيه كارثه حرفيا. بين الشوطين الكابتن حسن شحاته دخل متعصب وقال لهم اللي خاف يقول لي وانا هطلعه بره الماتش. اللي حصل ده خوف، احنا مش جايين نتغلب سكور ونمشي، المهم ننزل نلعب رجاله. وبعد 5 دقايق محمد شوقي يجيب الجون الثاني لمصر، يا دوب البرازيل بتسنتر وابو تريكه ياخد الكره يديها لزيدان ويجيب التعادل لمصر، ولكن خسرنا في الاخر. وبصراحه مش عارف احمد المحمدي كان بيفكر في ايه ساعتها، ومش عارف احنا ليه دايما بنتعشم ونتخزوق. وزي ما قلت قبل كده، ان كنت سعيدا جدا تاكد ان الخازوق كبير جدا، وده انا كنت قلتها في فيديو بوفون لا زالك هنا وهنا، ممكن تتفرج عليه بعد الحلقه دي. نيجي لموسم زيدان الثاني مع بروسيا، لعب 25 ماتش جاب 6 جوال و5 اسيستات، لكنه في الموسم ده للاسف جاله رباط صليبي، فده اثر على ادائه بقيه الموسم. وفي افريقيا 2010 زيدان لعب كل الماتشات، جاب جول في نص النهائي ضد الجزائر وعمل اسيستين منهم واحد لجده اللي كان في النهائي ضد غانا. ومع بروسيا دورتموند لعب 7 ماتشات جاب جول وعمل اسيست. في موسم 2012 لعب 3 ماتشات جاب جول واحد، قبل ما في يناير يرجع ماينز تاني، لعب 13 ماتش وجاب 7 اجوال، وكان اول لعيب يسجل في 6 ماتشات متتاليه في الدوري الالماني الماينز. ورغم التألق ده حصل خلافات مع الإدارة وما جددولوش، والموسم اللي بعده راح بنياس في الإمارات، لعب 14 ماتش جاب 6 جوال، لكنه جاله رباط صليبي تاني ونهى عقده مع الفريق، وما كانش فيه فريق راضي يشتريه في أوروبا عشان يقرر الاعتزال بمسيرة جميلة. ففي رأيك زيدان كان أندرليتد فعلا ولا لأ؟ استنى رأيك في الكومنتات، فلايك وسبسكرايب بالحب وبس كده. السلام عليكم.